السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسود الأطلس، منتخب المعجزات، خروج مشرف ومسار تاريخي، رحلة الإعجاز الاستثنائي، والعالم يرفع قبعة الاحترام لمنتخبنا الوطني ولمدربه وليد الركراكي رغم خسارته أمام ديوك فرنسا. نتائج لم تأتي عن فراغ. هاد النتائج هادو اللي حقق المنتخب الوطني انه داز للدور ديال 16 وداز للدور ديال الربوع وكذلك الى النصف، ما جاتش عن فراغ. ولذلك يحق لنا ان نحزن لان المنتخب ديال الوطني ما دازش المقابله النهائيه امام فرنسا. ومن الحق ديالنا ما نساوش كذلك الانجاز اللي حقه المنتخب المغربي حاليا وما سوف يتحقق مستقبلا. كنا كما تعلمون انتظرنا النهار ديال الاربعاء بفارغ الصبر. امتى غادي يجي الاربع، امتى غادي يجي الاربع، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن كما تيقولوا. علاش الحلم ديالنا نهار الخميس في الصباح باش فقنا ولقينا بان المنتخب ديالنا لم يتأهل الى مقابلة النهاية. وما كتليقش بنا الحسرة، لا تليق بنا الحسرة، لأن أفكارا سوداء ستأخذنا إلى ما لا يحمد عقبه. يعني ما يبقاش فيك الحال، دوز تفكر داكشي ديال المنتخب. والحمد لله وصلنا لواحد واحد سميتو واحد البلاصه اللي ما عمر وصلها شي حد، وما عمره غادي ممكن ان هذا الانجاز هذا يتعاود، ولو اننا عشنا عده عقود. وخصنا نكونوا فخورين بين الامم بالنتائج اللي حققها المنتخب ديالنا الوطني. استمعوا جميعا، نعم يجب ان نكون فخورين لان منتخبنا الوطني وصل الى نصف النهايه، وصل الى مربع الذهبي في كأس العالم. وهذا الإنجاز لن يمكن أن يتحقق عقود كثيرة ستعيشها قارة بأكملها دون أن يتحقق، ستعيشها دون أن يتحقق. ويجب أن يبقى في عقولنا ما، وخص يبقى في العقول ديالنا داك الشيء اللي قال جوزي مورينيو، وبخصوص منتخبنا الجميل. داكشي اللي كلكم تقريبا جميعا سمعت جوزي مورينيو اش قال. جوزي مورينيو دون تخوف عن منتخبنا الوطني، زعما ما تسوقش للناس اش غيقولوا عليا ولا اش ما غاديش يقولوا عليا. قال الصراحه وقال الحق فيما يخص المنتخب ديالنا الوطني. تحدث على القوه ديالو وتحدث على قوه منتخب المعجزات، المنتخب الوطني المغربي. يرفي رونار كذلك بشكل واضح تحدث عن أناحي، هضر على أناحي بواحد الطريقة خيالية. وكاسياس يحتج كذلك عن ضربتي الجزاء اللي تحرم منهم المنتخب الوطني ديالنا. واعترفت بزاف ديال الدول العربية والعالمية بقوة المنتخب الوطني دون تخوف من أي أحد. زعما هضر بطلاقة، واحد شهادة حق قالوها. زعما ما غاديش نرد البال لاش بغى يقول هذا ولا اش بغى يقول هذا. جا الانسان هضر بواحد الطريقه ديال الحق، وهضر على المنتخب الوطني المغربي بطلاقه وبصراحه. وما عمرنا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نساو هاد الناس هادو اللي امنوا بالمنتخب ديالنا الوطني الجديد، المنتخب الوطني الجديد الذي دخل عالم الكبار في العالم، دخل العالم ديال الكبار في العالم. فلهذا السبب بما انهم وصلوا لهذا البلاصه هذه فهم كبار. وبقاو الناس صغار بزاف، سمع مزيان، فهم يفهم. بقاو الناس صغار بزاف من المحيطين بنا، من اللي كيحيطوا بنا، يتألمون في صمت كلما صفق، ويعاتبون بعضهم البعض في كل مرة يشيد بها أحدهم أو يصفق لإنجاز التاريخي الأسود. نعم، الإنجاز التاريخي، الإنجاز التاريخي غير المسبوق. نحن أحسن من كل المحيطين بنا، وهي نقطة قوتنا. سمعينا مع هادشي كتبتو عاود ثاني كنعاود نقولو تيجي سيريو. حيث نتوحد تحت راية واحدة ونركز على نقاط قوتنا، يصعب على أي أحد أن ينقص من قدرنا. سنفرح مجددا إن شاء الله، لأن بعضهم غير قادر على استيعاب
ما صنعناه في هذه الدورة القطرية لكأس العالم. أنا أفتخر وأنتم كذلك افتخروا يا إخواني، لأنكم أبناء هذا البلد الجميل. صفق له كل العقلاء، كل العقلاء اللي عندهم العقل راه صفقوا، اللي ما عندهمش العقل راه لا يلامون، خليهم أبطال ماشي مشكل. صفق له كل العقلاء في هذا العالم حاليا. في هذه الساعة دي الناس كلها كتصفق المغرب اللي عندها العقل وعرفات شنو فين وصل المغرب وعرفات الإنجاز ديالو، راه إنها تصفق للمغرب. لكن الناس اللي ما عندهاش العقل راه رفع عليه القلم. وما يحدث ولا يوفر لنا وقتا، وداك الشيء اللي تيقولوا هاد الناس اللي ما عندهمش العقل ما عندناش الوقت، حيت لاننا حنا في واحد فيما يحدث حاليا لا نملك وقتا نخصصه للحمقى. سوف نضحك جميعا ان شاء الله على تفاهاتهم فاش نساليو ان شاء الله الرحمن الرحيم كاس العالم المنتخب ديالنا الوطني انه يكمل ان شاء الله الرحمن الرحيم المسير ديالو بواحد الطريقه زوينه. ديك الساعه نرجعوا نضحكوا على هادشي اللي تيقولوا ونناقشوه معهم حين نفرغ من عرسنا الوطني. في العرس ديالنا الوطني الكبير هذا. أما الآن فنحن نركز فقط على الحب الحقيقي الذي يفصح عنه مئة الملايين عبر العالم للمغرب. فلقد رأيت أن راية المغرب ترفرف في جميع أنحاء العالم، في كل أنحاء جدة وفي العربية السعودية وفي قطر وفي إلى آخره، في الدول العاقلة واللي عندها العقل واللي عارفة هذا الإنجاز اللي حققته اللي حقه المنتخب الوطني المغربي. جون فايدن بيلون ماسك والناس المشاهير بزاف صارعوا الخطى تيجريو باش يكونوا من السباقين باش يباركوا المغرب ويباركوا لصاحب الجلالة هذا الإنجاز اللي وصلوا للمنتخب الوطني المغربي في هذا الإنجاز الخرافي غير المسبوق. ولا ننسى أبناء الوطن في جميع أنحاء العالم، أبناء الوطن الجالية المغربية في مكان تحلوا وارتحلوا وتعبوا وداروا بزاف ديال المجهودات باش أنهم يمشيو يساندوا هذا المنتخب الوطني في هذه الملحمة. هذه يمكن اعتبارها ملحمة لأنه كان واحد الجيش اللي هو المنتخب الوطني وكنا حنا مساندينه بالدعوات ديالنا وبالمساندات ديالنا وبالهتافات وبالتصفيقات ديالنا. الذين وقفوا وقفة رجل واحد وراء الأسود. فلقد علمنا العالم معنى التآخي ومعنى التآزر ومعنى حب الوطن الذي يستحق أن يحب. الوطن الذي يستحق أن يحب إنه المغرب. فاحنا خلينا الجميع وراءنا خلفنا وانضممنا لقائمة الكبار. هذا هو الخبر اليقين، وهذه هي المعلومة التي يبدو أن الجميع لن يستوعبها بعد. لدينا كل الوقت للاستمتاع بهذا الإنجاز الوطني الذي لم يأتي عن طريق الصدفة. هذا الإنجاز هذا ما جاش بالصدفة، راه جا من وراء عمل، من وراء واحد التعب عاد أنك توصل لهذا الإنجاز هذا. فإن المنتخب الوطني المغربي فتح الباب أمام قارة بأكملها. لم يكن لدى منتخباتها أن تحلم بأن تكون المنتخبات ديالهم عمر كان عندها الحلم أنها تكون بين الأربعة الكبار. لهذا إخواني لقد فتحنا أعين المنتخبات الإفريقية بأننا نحن أصحاب البلد العظيم الذي كسر هذه القيود بالإرادة القوية. شكرا لوليد الركراكي، لقد أعطيت درسا قيما لكل العرب والأفارقة إن كان بإمكانهم فهم الدروس. إذا كانوا يفهموا الدروس راه الدرس تعطى صافي، تعطى وتمسحت السبورة. فالغد إن شاء الله يحمل، فاليوم إن شاء الله اليوم ديال السبت إن شاء الله سيحمل خبرا مفرحا، شيئا جميلا. أنت ابن هذا البلد فهنيئا لك. نحن ننتظر المقابلة اليوم السبت ضد كرواتيا. المقابلات التي فرحنا واحتفلنا وضحكنا وبكينا، لكن إن شاء الله سنحتفل من جديد بعد انتهاء هذه المنافسة، وسنبقى أسياد الكرة
في العالم العربي والإفريقي إن شاء الله الرحمن الرحيم. وهذا هو الخبر الوحيد المؤكد للجميع، وسيدون عبر التاريخ، وغادي يقراو عليه الأبناء ديالنا والأحفاد ديالنا إن شاء الله الرحمن الرحيم. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا المداخلة هذه. شكرا لكم على الاستفسار والمتابعة، وإلى فيديو جديد إن شاء الله الرحمن الرحيم.